يا مساء الخير عليكم، أنا ديجا ودي قناتي. أتمنى كده لو الوصفات بتاعتي عجبتكم إن أنتم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده بقى هنعمل كده صينية جلاش بشوية تريكات وشوية أسرار مش موجودة في أي حتة تانية، ممكن تعتبروا الصينية دي شفتوها في أي مكان قبل كده، بس أنا هاقول لكم في الفيديو ده على مكون سحري كده رائع هينقل طعم صينية الجلاش لحتة تانية فعلًا، هتدعوا لي عليها حرفيًا. أنتم شايفين الجمال والتحميصة بتاعتها هي من جوّه كده طرية وخارجة من برّه للطبقات اللي برّه كده مقرمشة. أنا معايا هنا لفة جلاش عادية خالص من السوبر ماركت، تقدروا تجيبوها من عند المحلات اللي هي بتاعة الكنفاني والحاجات دي على حسب المتوفر ليكم، بس ده اللي كان متوفر ليّا في الوقت ده. أنا باجيبها ولازمًا يعني أنا سِبتها تفِك كده لإنها كانت مجمدة، وهاغطّيها لحد أمّا تفِك خالص وبعدين أبتدي أستخدمها. السر بقى بتاعي إن أنا مسيّحة سمنة وفيها معلقة كبيرة من المُرتة، ده بتنقل الطعم لحتّة تانية يا جماعة. أنا هنا بقى معلش اعذروني إن أنا ما صوّرتش طريقة اللحمة المعصّجة كُلّنا طبعًا عارفينها، بس يا جماعة لحمة صينية الجلاش لازم تبقى دسمة شوية، بتنقلها فعلًا في حتّة تانية، كمان بنحط معاها فلفل أخضر حامي أو spicy أو حتى مش spicy فعلًا برضه بيخلّي الطعم حلو أوي. أنا هنا كده بقى معايا صينية أبدأ كده إن أنا أدهنها بخليط السمنة اللي أنا عملته، خليط السمنة اللي أنا عملته خلّينا كده نتكلم عليه شوية، أنا هنا برضه باحط يعني إيه طبقات من الجلاش المتكسر ده عادي تقدروا تستخدموه بس حطوه كده بين الطبقات. نرجع تاني بقى لخليط السمنة بتاعنا كده وأنا باجهّز الصينية ونتكلم شوية عليه. هو يا جماعة الجلاش بيحب بلاش سمنة بس بيبقى تقيل بالذات الجلاش الحادق، لو جلاش حلو أقول لكم حطوا سمنة بس. الجلاش الحادق بيحب سمنة على زيت. السر بقى اللي هينقل الطعم لحتّة تانية إن أنا ممكن أحط كمان معلقة صغيّرة من البيكنج باودر في السمنة دي كده وأنا باسيّحها علشان يورّق الطبقات ما بينها وما بين بعضها. السر بقى التاني اللي جدتي بصراحة الله يرحمها كانت بتعمله، إن هي كانت بتحط معلقة كبيرة كده من المُرتة وهي بتعمل الحشوات بتاعة الصينية بتاعة الجلاش. كانت يا جماعة فعلًا الكل كان بيشهد ليها في الحشوة بتاعة صينية الجلاش، وأنا بصراحة النهارده طلعت أقول لكم السر ده فعلًا هتدعوا لي عليها وتدعوا لها بالرحمة في الطريقة دي. أنا كده خلاص خلّصت الرقات، أنا قسمت رقات الجلاش مثلًا لو أنا عندي طبقة الجلاش أو لفة الجلاش 12 هاحط 6 فوق 6 تحت مثلًا 10 5 فوق 5 تحت وهكذا. أفرد بقى الحشو كده في النُص وابتدي إن أنا أرجع كده تاني أفرد بقى الجزء التاني اللي أنا كنت مقسّماه يعني 5 فوق 5 تحت، أبتدي بقى إن أنا أجيب ال5 هُم تقريبًا كانوا 6 بس أنا نسيت العدد بالضبط. أبتدي بقى كده إن أنا أجيبه وأحط برضه ما بين كل راق وراق الخليط بتاع السمنة والزيت وقطعة المُرتة اللي أنا سيّحتها معاهم. خلاص خلّصت كده الطبقات، أبتدي بقى إن أنا يعني إيه، أقطّعها كده قبل ما تدخل الفرن، بتدخل على فرن ساخن في الرف اللي تحت. في الوقت ده كده لحد أمّا تورّق معايا كده وتحمَر شوية، أكون مجهّزة بقى صوص التشريبة اللي هو كوباية من اللبن ومعاها بيضة وشوية ملح وفلفل أسمر وبس. أنا باحب أحُط كده كمان شوية من الجبنة يعني قبل ما الوش بتاعها يحمَر كده في آخر دقيقة. دخّلتها كده الفرن وزي ما أنتم شايفين كوباية اللبن ما كفّتش بصراحة، أول ما ابتدت إن هي تحمَر كده من الجوانب أنا طلّعتها كده وسقيتها بخليط البيضة وكوباية اللبن وضِفت كده شوية حليب تانيين عشان حسّيت إن هي هتبقى مقرمشة شوية وأنا عايزاها بصراحة طرية، فزوّدت كمية اللبن ربع كوباية كمان، فهي كده أخدت معايا كوباية وربع. بعد أمّا دخلت كده الفرن برضه 5 دقايق ابتدت وشّها تحمَر، خرّجتها حطّيت طبقة الجبنة، سواء بقى زي ما أنتم عايزين جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، أي زي ما أنتم عايزين، بس بلاش جبنة رومي بصراحة يعني مش هتبقى حلوة وهتبقى حادقة شوية. طلعت أنا ما استنيتش إن هي تبرد طبعًا، أنتم شايفين الدخان بتاعها طالع، فأنا ما استنيتش إن هي تبرد، وكنت حابة أوي إن أنا أورّيها لكم كده وأصورها لكم وهي سخنة. طعمها يا جماعة تحفة، يعني يُفضّل إن أنتم ما تقطّعوش صينية الجلاش غير لمّا تبرد خالص عشان تبقى سهلة معاكم والتوريقة كده تبان، هي يمكن مش باينة أوي لإن هي لسه الصينية سخنة، بس لمّا بردت أنا هاوريكم في الشوط الجاي كده شكلها عامل إزاي. الطعم يا جماعة خطير، 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 يعني عامل زي كده الجلاش بطعم جدتنا بتاع أيام زمان كده، الحاجات المميزة اللي إحنا كنا بناكلها زمان بقى في الأفراح، في التجمعات العائلية، أكل كده زمان وتجمعات زمان، ربنا كده يعود
نقضّي الأيام دي تاني مع كل حبايبنا. أنتم شايفين صينية الجلاش كانت عاملة إزاي؟ وشوفوا برضه بعد أمّا بردت والّا هي سخنة، شايفين حتى الخلطة بتاعة اللحمة المفرومة كانت تحفة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير وكومنت كده جميل زيكم، واضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أنا ديجا ودي قناتي، أشوفكم على خير الوصفة الجاية إن شاء الله. باي باي.